السلام عليكم. جيت لكم النهارده بالقرص بتاعه الفرون اللي بنشتريها بكذا وكذا. لا، احنا هنعملها في البيت، وهنعمل كميه محترمه جدا من كيلو ونص دقيق. اللي عايز يضاعف الكميه يضاعفها، واللي عايز يعمل نص الكميه يعملها. دي مقادير كيلو ونص دقيق. تمام، عملتها كلها واحد، بس هي لونين لاني دهنت اللي هي بتلمع ديت بيضة وحتة قشطة كانت عندي، والتانية دي دهنتها ما دهنتهاش اصلا. تمام، هنبدأ مع بعض كده المقادير بتاعتنا. كيلو ونص دقيق، 3 معالق خميرة ممسوحة، 4 معالق سكر كبار، معلقة بيكنج باودر، ذرة ملح، وهنحط كمان يعني تلت كوباية او نص كوباية زيت. نص كوباية في الاول، وفي الاخر لسه هنحتاج زيت كمان. هنقلب المواد الجافة مع بعض. هنحضر مية دافية بما ان الجو ساقعة، فعشان تخمر بسرعة هنحضر لها مية دافية. هنحط الزيت بعد المواد الجافة وهنقلبهم مع بعض كمان. هنقلبهم كأننا بنبسها كده. هو اللي عايز يحط زيت وسمنة تمام، هي دي هو دوت زيت بس. اللي عايز يحط سمنة وزيت يبقى تمام برضو، اللي عايز يعملها بسمنة بس يحط. تمام، هنحط دلوقتي مية دافية عشان تتفاعل وتخمر بسرعة. نحط مية كل دقيق على حسب احتياجه، مش كل دقيق بياخد نفس كمية المية بتاعتنا. دلوقتي هنشوفها كده، بصوا طرية ازاي. طرية يعني مش بتلزق، بتلزق بس مش بتسيب عجين في الايدين. تمام كده، هي حلوة قوي قوي قوي. هنحط لها بقى ايه، معلقة سمنة كمان كده في الاخر او زيت، وهنضرب كده برضو ايه مرة كمان. نضرب حوالي دقيقتين، وبرضو لسه كمان عايزين معلقتين سمنة او معلقتين زيت في الاخر خالص. هنحطهم على الوش زي ما هنشوف كده، ونحط عليهم ستريتش او كيس اي حاجة. انا بحط الكيس اللي جه فيه الدقيق بحطه فوق الوش. بصوا طرية طرية طراوة، يعني مش قادرة اقول لكم. هحط بقى اخر كده معلقتين فوق الوش، وهنغطيها بقى ونسيبها ايه تخمر. هتخمر بسرعة عشان خاطر احنا عاملينها بمية دافية، عجناها بمية دافية. ننزل كده الزيت او السمنة في الجوانب. جوانتي مضايقني بس تمام. اللي عايز يحط سمسم يحط، انا ما عملتها سادة خالص من غير سمسم او حبة البركة برضو. ندفيها كويس، الجو برد عشان خاطر تخمر معانا بسرعة. اللي عايز يحشيها عجوة، ملبن، يعني براحتكم. اللي بيحب يحشيها حاجة يحشيها، وتنفع سادة وتنفع بالمحشية كمان. بصوا مختمرة ازاي، بسم الله ما شاء الله. اتخمرت كويس جدا 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 علشان عجناها كويس قوي، وعشان خاطر عجناها بمية دافية. هتاخد حوالي يعني مش اقل من 7 دقايق كده ضرب كده وعجن عشان خاطر تطلع معانا بالشكل ده. ما تنسوش اللايك وانتوا بتتفرجوا لو عجبكم الفيديو، واشتركوا في القناة اللي لسه مشتركش، وكومنت حلو منكم كده شجعوني، واطلبوا مني اي حاجة تانية عايزين اعملها تبقى اوفر وارخص من بره. وما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات. بصوا احنا قرصناها كل واحد حسب برضو عايز الحجم ايه، كبير صغير. انا عملتها كده يعني وسط، لانها لسه هتخمر وهتتضاعف حجمها. نعملها كده كورة وبعدين نبططها في قلب الصاج، وبعدين هتطلع تنفخ تاني يعني. ما تقلقوش لما تبططوها هتنفخ تاني، هتتخمر تاني وتنفخ. نقفلها كويس من تحت، وخصوصا لو احنا هنحشيها حاجة لازم نقفلها كويس قوي من تحت. زي ما قلنا كده نقرص العجينة، ندوس عليها كده كويس قوي بصوابعنا. تمام، وبعدين هنحضر بقى شوكة. هنديها كده ايه يعني 3 نغزات كده بالشوكة.
نبططها كويس. هترفع تاني وتخمر وهتبقى من جوه هشة وجميلة جدا جدا. هنكمل الكمية كده مع بعض. ان شاء الله هنزل لكم برضو يعني فيديوهات تانية لتجهيزات رمضان، وهنزل لكم ان شاء الله التوست والكايزر باذن الله. لو عايزين مني حاجة معينة قولوها لي في الكومنتات. خلاص انا كده خلصت كل الكمية، قرصت كل الكمية بتاعتي. هندوس عليها تاني لما تخمر. انا دوست عليها تاني. صواريخ رمضان ابتدت. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعود علينا وعليكم وعلى اخواتنا يا رب بالخير كده ان شاء الله، يكونوا امنين مطمئنين. ما تنسوش تدعوا لهم. بصوا كده بالشوكة انا نغزتها تلات نغزات. تمام، ممكن نغزة نغزتين براحتكم على الاخر. دي بقى مع شاي مع جبنة، نحط فوقيها جبنة كده ناكلها، طعمها جميل جميل جميل. ممكن ندهنها من فوق كده ببيضة وحبة لبن او حتة قشطة. ممكن ندهنها بمية بسكر، ممكن ما ندهنهاش خالص. بصوا دي انا دهنها كان عندي بيضة وقشطة اللي انا كنت دهن بيها قبل كده الفينو، كان بقيتها يعني شلتها في الفريزر. بصوا جميلة من جوه هشة، يعني حلوة قوي قوي. هننزلها كده في الشاي، نحط عليها جبنة، اي حاجة هتتاكل كده من غير اي حاجة. جميلة جميلة. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، وان شاء الله مش هتندموا. وهعمل لكم ان شاء الله حاجات كتيرة اوفر من بره، مش هنحتاج ان احنا نشتري حاجة من بره خالص. ويا رب يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين، واشوفكم دايما على خير. وما تنسوش اللايك والاشتراك، وما تنسوش كومنت حلو منكم. لو عايزين حاجة اعملها قولولي في الكومنتات وانا اعمل لكم كل اللي انتوا عاوزينه. ما تنسوش بقى تشجعوني بكلمة كويسة، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات.